بوست. الكلمه دي دايما بنلاقيها موجوده جنب اي ريل او جنب اي بوست اوريدي على البيج بتاعتنا. اي حد عنده بيزنس اول حاجه بيفكر فيها ان هو يعمل اعلانات لنفسه، فبيدوس على كلمه بوست. ودي اكبر غلطه ممكن تكون بتعملها. ليه؟ لان اول حاجه هيسالك الفيسبوك يقول لك انت عايز تعمل بوست، انت عايز تعمل اعلان، الرينج بتاع الايدج بتاع الناس اللي انت بتارجتها كام؟ طيب اللوكيشن بتاعهم فين؟ طب انت عايز تدفع كام في اليوم؟ طب مده الكامبين قد ايه؟ طيب تمام زي الفل، عملنا لك الاعلان، اتكل انت على الله. فبتبدا ان انت اول ما بتعمل الكامبين بيجي لك عدد رسائل كتير قوي، بس الاوبشنز دي ضعيفه جدا 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 ان هي تخلي الالجوريزم يتعرف على الاودينس بتوعك. ممكن يجي لك اوردر وممكن لا، لان هو بيبقى الموضوع وايد قوي، ما فيهوش اوبشن، الاوبشنز بتاعته ليميتد قوي. عشان كده لو بتفكر تعمل اعلانات اول حاجه لازم تتجه لها هي البروفيشنال داشبورد بتاعتنا اللي هي الادز مانجر. ليه؟ لان على الادز مانجر بيديك اوبشنز وديتيلز كتير قوي تعرف تحدد فيهم التارجت اودينس بالظبط، تعرف تفهم الالجوريزم مين هو التارجت اودينس بتوعك، وساعتها بتعرف توصل لهم بكل سهوله. حتى بتعرف تحدد عايز تظهر لهم فين وما تظهرش فين، تظهر في الريلز، تطلع في الفيدز، اي حاجه بيبقى عندك كل الديتيلز اللي تخليك تعرف توصل للتارجت اودينس بتوعك. ودايما بفضل ان لو اي حد بيفكر يعمل اعلانات على الفيسبوك احسن ان انت تروح لحد متخصص، عشان في الاخر لو انت عايز تصرف فلوس فعلا اصرفها في المكان الصح وبالطريقه الصح، مش ان انت تعمل اعلانات وخلاص. لان الفيسبوك في الاخر هو بزنس، عايزك تصرف فلوس، فهتصرف الفلوس بطريقه غلط هياخد الفلوس وهيجيب لك ناس مش هتشتري منك. فاصرفها بالطريقه الصح، طالما انت كده كده هتصرفها. استنوني الريلز الجايه.